ازيكم عاملين ايه؟ طلبتوا مني فطير الملاك ويكون بطريقة سهلة وكمان يكون طعمه حلو وهاشش وطري وسفنجي زي ما انتوا شايفين كده. فانا جبت لكم اسهل طريقة لفطير الملاك. فطير الملاك انا عملته ب9 كوبايات. هسميه فطير الملاك ال9 كوبايات عشان يكون سهل عليكي وكمان تكون المقادير محفوظة معاكي. شايفين فطير الملاك التسوية بتاعته حلوة جدا وطري وسفنجي وفي منتهى الجمال. الصراحة تحفة. طب ما تيجي نشوف عملنا طريقة الفطير الملاك القمر ده ازاي. عندي 5 كوبايات من الدقيق، ولازم الدقيق يكون منخول كويس. هحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر اللي هي خميرة الحلويات. طب قد ايه يا ليلى الدقيق ده بالظبط بالميزان؟ دوت كيلو من الدقيق. يعني كيلو الدقيق ده 5 كوبايات، ادي كده عندنا 5 كوبايات من الدقيق. تعالوا بقى نشوف المواد الايه السائلة اللي عندنا. الاول هنحط معلقه كبيره مليانه من الخميره الفوريه اللي هو بمقدار كيس من الخميره الفوريه. وهنحط عليه مقدار قد ايه من الميه؟ كوبايه من الميه. يبقى كده عندنا 6 كوبايات. 5 كوبايات من الدقيق وادي كوبايه من الميه، ادي كده 6. وندوب كوبايه الميه الدافيه مع الخميره كويس جدا. وبعد ما ادوبها هحط كوبايه من السكر. بقى كده عندنا كام كوبايه؟ 7 كوبايات. يبقى حطينا كوباية مية دافية وكوباية سكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهنقلب كويس لغاية ما السكر يدوب خالص. وهنحط بقى كوباية من الزيت. وهنحط كمان معلقة كبيرة من الخل. وهحط كمان ذرة من الفانيليا هنا بحط يعني ذرة صغيرة من الفانيليا. كده عندي بقى كام كوباية؟ 8 كوبايات. وعندي بقى بعد كده عندي كوباية مية دافية هكمل بيها العجن بتاعنا. يبقى حطينا كوباية من السكر، كوباية من المية، كوباية من الزيت، وعليهم كيس من الخميرة الفورية اللي هو بمقدار معلقة كبيرة، وقلبناهم كويس. هنضيفهم بقى على ال5 كوبايات من الدقيق. ونقلب بقى العجينة بتاعتنا الدقيق دوت لغاية ما يختفي خالص. طبعا السوائل ديت مش هتكفي العجن الدقيق. فعندنا كوباية مية دافية جنبينا. بعد ما نقلبه بس بالمضرب اليدوي دوت هنقلبها تقلبتين كده. هنشيل المضرب اليدوي بقى ونشمر ايدينا كده ونعجنها بايدينا. نشيل بقى المضرب اليدوي بتاعنا ده وهنعجنها بايدينا. مش هتاخد معاكي بالظبط 10 دقايق عجن. زي ما انتوا شايفين اللي هي عاوزة مية تاني. فعندنا كوباية مية دافية اهي. هنبتدي نحط المية شوية بشوية لغاية ما العجينة تلم معاكي. اي كوباية بقى عندك عايري بيها. انا جبتها لكم بالكوبايات. لو انت عاوزة تعرفي الكوبايات قد ايه بالميزان هكتبها لك في صندوق الوصف. بس ال5 كوبايات من الدقيق هم كيلو. هنبتدي بقى نعجنها كويس لغاية ما اتعجنت معانا خالص وبقت عجينة ناعمة خالص اهي، مش عجينة ناشفة. وكمان العجينة مش بتلزق في الايد. وهنا عاوزة اقول لكم ان السكر اللي احنا حطيناه سكر مظبوط هيخلي معاكي فطير الملاك السكر بتاعه مظبوط. نبتدي نحط شوية زيت صغيرين في نفس الطبق اللي عجلنا فيه. وننزل العجينة بتاعتنا ونسيبها في مكان دافي. وانتوا عارفين ان الجو هوا اليومين دول. هتضطري بقى ان انت تحطيها في فرن البوتاجاز. يعني في مكان دافي تغطيها وتحطيها في فرن البوتاجاز. هتقعد معاكي بالظبط ساعة وحجمها هيتضاعف شوية صغيرين. فطير الملاك حجمه مش بيتضاعف كتير. بعد ساعة اهي بنبتدي بقى نشيل من عليها الاسترتش. ونبتدي نفرغ الهواء من العجينة نلمها على بعض يعني. ونبتدي بقى نقطعها كرات. انت بقى قطعي الكرات حسب ما انت بتحبي. انا هقطعها مقاس الليمونة الكبيرة او مقاس اليوسف الصغير. انت بقى قطعي المقاس اللي انت بتحبيه. فهمتوا يعني ايه 9 كوبايات؟ يعني 5 كوبايات من الدقيق، كوباية من الزيت، كوباية من السكر، كوبايتين من المية. كده ده فطير الملاك اللي هو ال9 كوبايات. الطريقة سهلة جدا. هنبتدي بقى بعد ما بنكور الكرات كده بنلفها على الرخامة ونحطها على أي صينية جنبنا أو على الرخامة. بس أهم حاجة بعد ما بتعملوا الكرات كده تغطيهم. وبعد ما بتغطيهم بتسيبيهم قد إيه؟ بتسيبيهم بالظبط ربع ساعة. انا هنا بغطيهم بالاسترتش اللي انت بقى عندك غطي بيه. تغطي باي فوطه مطبخ نضيفه تغطيهم وتسيبيهم ربع ساعه بس يستريحوا. شايفين انا غطيتهم وهسيبهم قد ايه؟ هسيبهم ربع ساعه. وكمان عندي لسه كميه تاني لسه ما قطعتهاش اهي. هبتدي بقى اقطعهم واحطهم في اي صينيه عندي.
عمل كمية حلوة. جبت بقى ايه الصاج بتاعنا، انا فرشت ورقة زبدة. لو مش متوفر عندك ورق الزبدة ده عادي ادهني الصاج شوية زيت صغيرين او ادهنيه بأي مادة دهنية. بجيب بقى بعد ما ارتاحت الكرات بجيب اول كورة قطعتها وبحطها في الصاج كده، وبروح فرداها بايه بكفة ايدي كده. لازم تفرديها كويس. انا هرجع افرد دي تاني الاولانية دي عشان هي لازم تتفرد، يعني ايه فردة كويسة كده زي ما انت شايفة. مش بياخدوا وقت خالص. بتكوني ايه بقى بعد ما بتفرديهم هنا في الصاج بتسيبيهم قد ايه؟ بتسيبيهم ساعة. وليه بنسيبهم ساعة؟ بنسيبهم ساعة عشان حجمهم يتضاعف بعد ما بتفرديها كده. اهم حاجة في فطير الملاك التخمير بتاعه. يعني بتسيبيه في الاول ساعة ان هو إيه يبقى خمران يختمر يعني بعد ما بتعجنيه. وبعد كده بتسيبيه ربع ساعة بعد ما بتقطعيه كرات. وبعد كده بتسيبيه ساعة في الصاج. اهم حاجه في فطير الملاك التخمير بتاعه عشان يطلع معاكي هاشش وطري وطعمه حلو. والسكر هنا بتاعه مظبوط جدا. كوبايه السكر على كيلو دقيق حلوه جدا، يعني ما تزوديش تاني. هيطلع معاكي طعمه حلو جدا، وكمان هيطلع معاكي طري وهاشش وسفنج وفي منتهى الجمال. هتسيبي بقى الصاج وتغطيه. بعد بقى ما سبته ساعة زي ما انتوا شايفين حجمها اتضاعف زي ما انتوا شايفين. الحجم بتاعها اتضاعف. هنبتدي بقى ايه ندخلها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220. هي اول ما تحمر من التحت هروح مولع لها الشواية من فوق. هو ما بياخدش يا جماعة ربع ساعة بالكتير او 20 دقيقة. شايفين التسوية بتاعتها يعني تحفة. هو لسه طالع من الايه من الفرن. اول ما يطلع من الفرن تغطيه على طول. شايفين كمان الصاج ده يعني هي لسه سخنة. غطيه بقى وسيبيه 10 دقايق كده عشان يبقى طري. أول ما يطلع من الفرن تغطيه وتسيبيه 10 دقايق. أنا على فكرة بحطه في الفرن البوتاجاز على الرف اللي في الأوسط، وبسيبه بالظبط من 15 ل 20 دقيقة. أول ما بتحمر من تحت بروح مولعة لها الشواية من فوق. شايفين الفطير الملاك تحفة. بجد بجد لازم تجربوه. طري خالص اسفنجي. التسوية بتاعته حلوة جدا. هاشش وطري من جوه وزي ما انتوا شايفين كده. التسوية تمام التمام. عظمة. مفيش أحلى من كده. ناس كتير طلبوا مني فطير الملاك. أنا جبت لكم أسهل طريقة. فطير الملاك ال9 كوبايات هيطلع معاكي تحفة. وزي ما قلت لكم أهم حاجة في فطير الملاك التخمير بتاعه عشان يطلع معاكي طري وسفنج وفي منتهى الجمال. على فكرة أنا مدهنتوش أي حاجة. أنا دخلته فرن البوتاجاز على درجة حرارة 220 على الرف الأوسط وخد 20 دقيقة. بألف هنا.